محمود 39 سنه من الدقهليه، وكان شغال عنده محل قطع غيار اكسسوار سيارات، يعني راجل بيكسب وحياته مستقره، وكان عايش مع والدته وابنه. وفي يوم من الايام الساعه 2 بالليل محمود جات له حاله عصبيه، واول ما الفجر يدن دخل على امه وهي بتصلي وولع فيها. والله زي ما بقول لك كده. وقبل ما احكي لك التفاصيل تعالى نروح لقاعه المحكمه ونسمع من محمود نفسه لما القاضي سال وقال له انت ليه عملت كده، كان ايه رد محمود؟ انا ليكي مقتنع. انا كان نفسي القاضي اللي حكم عليا بالبدله دي كان يسمعني زي ما حضرتك سمعتني، بس هو ما كانش بيسمعني، يا سياده الوزير. ما حد سمعني من اول ما اتحبست. حرام اللي بيحصل فيا ده، والله حرام. انا بقول لحضرتك جزاك الله خيرا، حرام اللي بيحصل فيا ده. ما كانش بيسمعني يا سياده الوزير، انا اتهنت واتبهدلت وانا مريض. الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات لا يحاسبني على ذلك. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابو داود وصححه الامام الالباني، قال رفع عن 3 القلم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فأنا كنت في حالة جنون لا يحاسبني الله جل وعلا، وهي كانت أمي، كانت بتستحي من زوجتي، وكنت أنا أدخل أحميها. أنا كنت بمسك دراعها يا سيادة الوزير، وكنت أنا اللي بعمل لها كل طلباتها. أنا مش عايز التصوير ده بعد إذنك يا سيادة الوزير. أنا عايز أقول اتقي الله فيا يا سيادة الوزير. أنا أعلم أن حضرتك متقي، ولكن اتقي الله فيه والله العظيم. ثواني معلش، ثواني يا سيادة الوزير، معلش يا سيادة الوزير. أول حد يسمعني يا سيادة الوزير في هذه القضية يا سيادة الوزير. أنا مكتوب على التذكرة بتاعتي إن أنا قتلت عمد. أنا أعلم عقوبة القتل العمد ليس في القانون، ولكن في القانون الرباني سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فله 5 حاجات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى يتكلم على المؤمن، فكيف بأمي الذي قال على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي: يا رسول الله ماذا حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك. فكيف بعقل يتوافق مع هذا وأنا أحفظ القرآن؟ الحمد لله، ولكن هذا ابتلاء من الله جل وعلا. وهي كانت أمي، أقسم بالله أمامكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وأنا أتوب إلى الله جل وعلا أمامكم وأشهد حضراتكم على أنني تبت، ولكن هذا لا يعفيني أن أنا أسأل، ولكن أنا كنت تعبان بس يا سيادة الوزير.